كأس العالم، كنا سعداء بأن نرى الناس سعداء. وهذه هي فوائد كأس العالم، تجمع الناس والشعوب في السعادة. وعندما نقول لكم تكونوا فخورين، هذا ما تحدثوا عنه، هذه السعادة التي أعطيتموها للشعب وللناس. جيد بوغافا. بونسوار كوتش. مساء الخير أيها المدرب. أنت أنا أعرفك وأنت تعرفني سيد أرسن فينجر. تشرفنا إذن. سؤال بسيط، متى يأتي أول جزائري في أرسنال؟ Mais écoutez, sur l'ensemble du tournoi, c'est vrai que vous avez bien. لكن بالنظر إلى أداء في البطولة هناك لاعبون جيدون. Malheureusement, il y a déjà un Algérien à Tottenham. لكن هناك جزائري في فريق توتنهام الآن. Le club qui est vraiment rival d'Arsenal. وهو منافس لأرسنال. Mais c'est vrai que je vais suivre certains joueurs que وسوف أتابع بعض اللاعبين الذين اكتشفتهم في هذه البطولة العالمية. Et peut-être que ça arrivera plus vite que prévu. وربما قد يحدث ذلك في وقت أسرع مما تتصورون. Donc la question en fait c'était إذا سؤال بحد ذاته، بما أنني أنا لاعب من القدماء في كأس العالم لهذا المنتخب، أعتقد أن كأس العالم هذا ستعلم الجزائريين على معرفة قيمة أفضل ونظرة أفضل، لأن هذا بلدنا وفي أوروبا لدينا الكثير من اللاعبين ذو خصال رائعة، ربما ليس لديهم الفرصة لمعرفة مدرب كبير أو اللاعب لناد كبير، ولكن كانت هذه رسالة بسيطة فقط وعادية لكم. طبعا هذا هو الجميل في هذه السهرة، جميل أن نفتح الحوار مع أسماء كبيرة، طبعا أسماء بحضور من خلال التحليل عبر قنوات بي إن سبورتس. شباب، هل من سؤال سفير فوزي أو رايس، طبعا حسان ياسين إبراهيم، هل من سؤال لرود خولت، وأنتم تعرفون قيمة هذا اللاعب وما قاله في حق المنتخب الجزائري على مستوى المشاركة وهذا الحضور؟ من يوجه سؤال لرود خولت؟ Hassan en italien. Pardon? Non, déjà, حسنا، je voudrais le saluer. أريد أن أحييه أولا. C'est vrai que voilà, tout le monde connaît. من الصحيح أن الجميع يعرف رود خولت، بالتأكيد أنه اسم كبير واسم رنان في تاريخ الكرة الهولندية، وبالتأكيد لكن من الواضح أننا نشكره على ما قاله. أنا أريد أن أسأله فقط ماذا هو ظن فعلا من هذا المنتخب الجزائري، وإذا ما كان لدينا إمكانية المرور إلى ربع النهائي فعلا، هل كانت هذه الإمكانية موجودة فقط؟ جميل، السؤال واضح. أولا شاهدت المباراة الأولى ضد المنتخب البلجيكي، كنت موجود في ملعب الهوريزونتي حينما خسرتم في المباراة الأولى. اعتقدت أنكم ستمرون بأوقات عصيبة لأنكم كنتم قاب قوسين أو أدنى من الحصول على نتيجة إيجابية، ومن ثم فاجأتني عودتكم الإيجابية ضد منتخب كوريا، وكيف والطريقة التي تألقتم بها، وأنتم أعطيتم أو كانت نقطة التحول في المردود الجزائري. لعبتم بطريقة هجومية، ساعدتم أيضا في تحسين الجودة الهجومية لكأس العالم. الجزائر لم تفز فقط وإنما تركت انطباعا إيجابيا. نحن نفخر بكم، وأنتم يجب أن تعرفوا أن الكل فخور بما قدمتموه. رأيت وأن كل المدربين مشغولين، والكل يسعى للبحث عن الجزائريين، وسيكون من العظيم جدا أن تعطى أو أن يعطى اللاعبون الصغار الفرصة وأن تثقل مواهبهم. شكرا جزيلا، وأريد أن أقول لكم أن المدربين يبحثون عنكم.
طبعا جميل أن نسمع هذا الكلام، رسائل فيها الكثير من رفع المعنويات، وهذه حقيقة لأن أسماء عرفت كيف تبدع، كيف تعلن عن هذا الحضور، وكيف تنجح في تحقيق المجد. طبعا شيء رائع جدا. أسماء كذلك كبيرة، عبرت عن طريقتها الخاصة، وجهت رسائل لأداء لاعب الخضر في هذا المونديال. طبعا نتحدث عن حازم إمام، عن دونغا البرازيلي، عن محمد أبو تريكة وبوبان. دعونا نتابع. والله يعني أنا شرفت العرب كلهم، وحاجة منتهى الاحترام ومنتهى الأداء القوي. وعايز أقول حاجة، يمكن المصريين كلنا بعد الماتش اللي فات من أول كأس العالم، بس كل الناس يعني عندي على فيسبوك كل المصريين كلهم ريسبكت، احترام للأداء الرجولي للمنتخب الجزائري. فعلا شرفوا العرب وشرفوا أفريقيا بشكل قوي جدا، وحاجة جميلة. وأحسن حاجة إنك يعني في فرق كتير ما بيخش فيها جوان بس بتدافع، لكن الجزائر بتلعب لقدام، بتلعب كرة هجومية وبتلعب كرة جميلة. A Argélia foi uma das seleções que melhor jogou na Copa do Mundo, inclusive na minha cidade, principalmente o jogo com a Coreia, foi um dos jogos mais bonitos tecnicamente, os gols lindos. Acho que a Argélia surpreendeu muito porque os jogadores fortes fisicamente, rápidos, muitos jogadores técnicos. Os torcedores da Argélia também fizeram um espetáculo. يعني أقول لهم طبعا مبروك على الأداء المشرف، شرفت الكرة العربية، شرفت الكرة الأفريقية، نموذج مشرف، قدموا شخصية قوية للمنتخب، صاعد واعد يضم مواهب كبيرة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ويحافظوا الكرة الجزائرية تحافظ على هذا الجيل وتثقل هذا الجيل، ويبقى في استعداد وتخطيط جيد للجيل ده، لأنه قادر على إنجاز بطولات سواء للكرة الجزائرية أو الكرة العربية أو الكرة الأفريقية. It was a big surprise for me. I knew that they have beautiful players and very good talent, and they had a pretty good tactical culture. Algerian always had, but I didn't think that they are so strong, that they have such a beautiful atmosphere inside the team, and that was something like a mission for them to play for Algeria, for their people, with big respect for the tradition, for the country, and that was something more. That passion is very important. You can play in a World Cup if you have not something more than normal professional work. أكيد في هذه الرسائل من أسماء وازنة في عالم المستدير الكثير من الدعم لعناصر الخضر. دائما نتواصل معكم مشاهدي بي إن سبورتس من خلال هذا الموعد الكبير، الجزائر في المونديال. طبعا معنا الأسماء الجزائرية التي نجحت في أن تقدم هذه الفرجة وهذا التوهج وهذا الأداء، طبعا بدعوة من شركة أريد الراعي الرسمي للمنتخب الجزائري. نتحول لحظة صوب كوبا كابانا، من هناك ينضم إلينا